وهو الكائنات الغريبة اللي هبطت علينا بدون سابق انذار او مقدمات، هبطت على الاعلام المصري، واللي واضح الحمد لله انها فشلت في انها تشتغل في مهنتها، وايضا فشلت اعلاميا كمان. لكن المصيبة انهم فرحانين بلقب اعلامي، واللي اصبح كل من هب ودب بيجري وراه، اللي ليه واللي ملوش عاوز يشتغل اعلامي. وللأسف اصبحت المهنة ملطشة للعاطل والغاوي شهرة وفرقعة. يعني انا هتكلم على مذيع كده، المذيع نيادة اللي كنا اتكلمنا، كان الدكتور توفيق اتكلم عليه مرة وقال انه متأجر وعامل كده زي العجلة المتأجرة، وطبعا اللي بيسوقها رئيس قناة الفتنة اياها. المذيع ده والمعروف باسم فاكهة كده، اسمه يوسف افندي، اليوسف افندي، الفاكهة دي عارفينها، شغال عمال على بطال يتكلم علينا، مش عارفة احنا حارقينه وواجعينه في ايه بصراحة. يعني طبعا هو كل واحد عايز يشتهر، وكل واحد عاوز الناس تتفرج عليه، وباحث عن شو اعلامي بقى كل يوم والتاني يتنطط في البرنامج بتاعه زي الاراجوز اللي بيلعب على كل الحبال عشان طبعا ينول رضا ولي نعمته اللي بيقبضوا اخر كل شهر ما شاء الله مبلغ وقدره. بسلامته المناضل السائر اللي بيتاجر بالفلول ناسي او بيتناسى انه شغال مع اكبر الفلول في البلد، وناسي كمان ان ولي نعمته متورط في اخطر ملفات فساد يندى لها الجبين، واخرها ملف التخابريات والمقفول بشكل مثير للجدل. انا خدت نصيحة واوعدكم ان انا بعد ما هتكلم عن اسمه ايه ده هعمل بيها، وهي اني مش هتكلم عن حد بينتقد او حد بيتكلم بشكل غير لائق علينا، لكن لازم الناس بيستقبل من اللي قدامه، فلازم الناس تفهم اللي بتستقبل منه ده ايه او مين او ليه هو بيعمل كده. زي ما قلت ان يعني على طريقته اللزجة، طريقته السمجة، انه قلت ان اسمه او هو ملقب اسم فاكهة، وهي الاكثر حمضية وملوحة، وزي ما قلت اسمها اليوسفي او المندلينة هم بيقولوا عليها كده. هي كمان فاكهة من الحمضيات بتشبه البرتقان، وقالوا ان الفاكهة دي اصلها نبات مهجن من البرتقان واللارنج، وطبعا ده واضح على شخصيته وعلى اسلوبه وعلى هيئته الحمضية اللي تخلي اللي يشوفه او اللي يسمعه يصاب بحالة من الاشمئزاز وحالة من انا اسفة القرف. لكن من الواضح انه مفلس ومش لاقي اي حاجة يقدمها، فشغال عمال على بطال يتريق على الناس اللي هدفهم قضية الوطن وامن واستقرار اكبر البلاد العربية وهي مصر. الناس اللي زي ما دكتور توفيق قال هي واقفة قدام اي مؤامرة ممكن تحاك ضد مصر. الناس اللي بالفعل هي بينها وبين نفسها عارفة ان هي مشروع شهيد،
وممكن في اي وقت نموت. بس احنا مش مهم ان احنا نموت في ده بلدنا، واحنا بنطلب الشهادة من ربنا. فيعني اللي انا بشوف ناس او المخلوق ده بشوفه، بحس قد ايه انه ما ينفعش يبقى مصري. هو لو مصري وعنده وطنية كان عرف او حس بالناس دي بتتعب قد ايه، وخسرت قصاد اللي هي بتعمله ده كله قد ايه. بس مش مهم، مفيش اي حاجة مهمة قصاد مصلحة بلدنا، حتى لو كان كلام المخلوق ده. ربنا يتوب عليه من الامراض النفسية اللي بيعاني منها. بصراحة انا بدعيله بأمانة، يعني بدعيله بقول ربنا يشفيه، لانه والله برضو اخ فاضل، يعني ربنا يشفيه.